السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض طريقة عمل بسكوت البرتقال. طبعا الطريقة سهلة وبسيطة خالص، خليكي معايا لاخر الفيديو عشان تعرفي كل التفاصيل. اول حاجة كده هنقولها بسم الله، وهنجيب 300 جرام من السمنة. طبعا دي سمنة انا حطيتها في عيرتها وحطيتها في التلاجة لمدة مثلا ساعة او حاجة في التلاجة. لو مستعجلة عليها قوي ممكن تحطيها في الفريزر لمدة مثلا 10 دقايق ولا حاجة. دول 300 جرام من السمنة. آه، اول حاجة كده انا بفضيهم في البولة بتاعتي وبضرب فيهم بالمضرب اليدوي او بمضرب الكهرباء، ايا كان عندك. اهم حاجة ان انتي بتفضلي تضربي فيهم لحد ما تنعميهم خالص، يبقى ملمسها كريمي وكمان اللون بتاعها يبقى فاتح خالص. ده اهم حاجة. طبعا هي بتاخد وقت معاكي بس مش مشكلة. بتديكي بعد كده النتيجة حلوة قوي في البسكوت. اهم حاجة ان انتي تفضلي تضربي فيها كويس جدا لحد ما لونها يفتح معاكي. طبعا ده البسكوت اللي بالبرتقال. ان شاء الله هبقى اعمل لكم البسكوت اللي بالزبدة والنشادر ده في مرة تانية ان شاء الله. احنا النهاردة عملنا البسكوت اللي بالبرتقال، وعايزة اقولك يعني مش هياخد منك وقت خالص ومش مكلف خالص يعني. ممكن تعمليه للولاد للفطار في الساعة اللي احنا فيها دي، مع كوباية لبن، مع كوباية شاي بلبن. بتبقى حاجة كده طعمها حلو. آه، طبعا زي ما انت شايفة كده انا فضلت اضرب فيها لحد ما لونها يفتح معايا خالص وتبقى، شوفي عاملة زي الكريمة كده. انا ده لحد دلوقتي ما حطيتش عليها لسه السكر. هجيب بقى 350 جرام من السكر بمعدل كوبايتين الا ربع من السكر المطحون. اهم حاجة يكون مطحون عشان يسهل معاكي عملية الضرب مع الزبدة، عشان ما ياخدش معاكي وقت. لازم يكون مطحون. ولو يعني ما عندكيش ما تشتريهوش من بره، يعني انصحك ان انت لو عندك السكر اطحنيه انت على ايديكي. تفضلي بقى تضربي فيه كده لحد الاتنين ما يندمجوا مع بعض ويبقى ملمسهم برضو كريمي وفاتح كده. بعد كده بقى بيبقى معانا 4 بيضات. طبعا بتنزلي بواحدة واحدة كده، ما بتحطيهمش كلهم مع بعض، بتنزلي بواحدة واحدة وتفضلي برضو تضربي فيها كده. بصي انا بسهلك الطريقة خالص علشان ما احاولش ان انا اصعب الطريقة عليكي، يعني هي كده انا ماشية معاكي واحدة واحدة. معلش هو الفيديو هيبقى طويل شوية بس انا ببقى مهتمية جدا بكل التفاصيل. هنا برضو انا حطيت البيضة الاولانية ودي البيضة التانية اهو، واحدة واحدة كده بتنزلي بيها. هنا بقى انا كنت معايا كيسين من الفانيليا، بتحطي لو عندك فانيليا سايبة بتحطي معلقة صغيرة من الفانيليا السايبة. لو عندك اكياس كده باودر زي كده بتحطي كيسين عليها. برضو بتنزلي هنا برضو بالبيضة التالتة وبرضو بتفضلي تضربي فيها لحد ما بتختفي خالص. هنا بقى انا كنت بشرة كده، بشر برتقان، هاخد معلقة منه. يعني انا خدت معلقة كبيرة من بشر البرتقان. على فكرة بتدي ريحة وطعم حلو قوي للبسكوت بجد. يعني انا عايزة اقولك ان ريحة البسكوت كانت جايبة لاخر الدنيا من قشر البرتقان اللي انتي بتحطيه طبعا والبرتقان اللي انتي بتحطيه. هنا بقى انا كنت حطيت اخر بيضة وكده خلاص. انا حطيت ال4 بيضات وحطيت معلقة كبيرة من بشر البرتقان. وهنا كمان هحط كيس فروتي برتقان، ده برضو بيبقى مدي طعم وريحة حلوة قوي للبسكوت اهو زي ما انت شايفة. ومعانا بقى بمعدل تلت كوباية من عصير البرتقال. ده تلت، بمعدل 50 جرام من عصير البرتقال. 50 جرام. بصي المقادير دي اعتمديها بجد، يعني المقادير دي اعتمديها. اللي هما 300 جرام زبدة،
350 جرام سكر مطحون، 50 جرام زيت. انا هنا في زيت كمان لسه احطه 50 جرام زيت. وبمعدل تلت كوباية من عصير البرتقال، اللي هو بمعدل 50 جرام برضو او 60 جرام من عصير البرتقال. هنا بقى انا طبعا حطيت الزيت بس يعني ما صورتهوش يعني، بس انا حطيت الزيت قبل ما انزل بمرحلة الدقيق. طبعا على المقادير دي كلها على كيلو دقيق، يعني المقادير اللي انا قلتلك عليها دي كلها على كيلو من الدقيق. طبعا انا بنزل بقى بكيلو دقيق حبة حبة كده، ما بنزلش برضو بيه مرة واحدة. ومعايا بقى هنا باخد معلقة من بيكنج باودر او الكيك شيف، يعني على حسب اللي انتي بتحطيه. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، طبعا بتقلبيها مع الدقيق كده، وبتبدأي بقى تلميه كله مع بعضه كده. انتي طبعا هنا ما بتعجنيش خالص خالص، انتي مجرد بس بتلمي الدقيق مع المكونات اللي انتي عملتيها دي. بس انتي بتلميها بايدك بس كده، بتضيعي الدقيق فيها وتدوبي الدقيق فيها، بس مش بيحتاج عجن خالص زي ما انتي شايفة كده. على فكرة طريقة البسكوت سهلة جدا يا جماعة وبسيطة جدا، ولو انتي مشيتي بالمقادير اللي انا بقولك عليها دي هتعملي احلى بسكوت انتي شفت دقتيه في حياتك بجد، احلى من بتاع المحلات كمان، يعني حاجة كده حلوة قوي. هنا بقى علشان نعرف اذا كانت العجينة بجد المقادير معانا مظبوطة ولا لأ، هتعملي الاختبار ده. بتاخدي طبعا حته عجينه في ايدك كده وتكوريها وتشوفيها، لو شققت معاكي يبقى هو محتاج سوايل. لو ما شققش وظبطت كده معاكي من اول مره زي ما عملت معايا، يبقى انت كده مقاديرك صح وانت ماشيه كده بالظبط بجد. يعني انا مجرد ان انا عملت ده كان اول اختبار قدامكم، ما كانش محتاج اي حاجه خالص خالص. هي لو كانت شققت بتحطي على طول بتبقى عايزه سوائل، كنت ممكن تحطي مثلا معلقتين 3 من عصير البرتقال. خلاص كده مظبوطه زي ما انت شايفه، مش محتاجه اي حاجه خالص. هنا بقى انا كنت طبعا جبت المكنه بتاعتي وركبتها كده زي ما انت شايفه على الرخامه، وبدات بقى اكور العجينه كده واحطها في المكنه بقى علشان ابدا اشتغل بيها واشكلها بقى للبسكوت وكده. اهو انا كده خدت كده كورتين كده كورتهم وحطيتهم في المكنه. هنا بقى المكنه بصي، عايزه اقولك مقادير حلوه قوي قوي، يعني بجد البسكوته كده ماسكه نفسها حتى في المكنه، يعني ولا بتتقطع منك ولا بتتفرفت ولا اي حاجه، حاجه كده حلوه جدا. طبعا هنا بقى انا كنت جبت الصاج بتاعي بقى وبقطعه كده وبحط برص فيه. انا بصي ماشيه معاكي بكل تفصيله، ويعني مهتمه ان انا اوريكي كل التفاصيل، بحيث ان انتي بجد يعني ما تستصعبيش حوار اعمال البسكوت، لان في ناس كتير جدا بتزهق من البسكوت لانه بياخد وقت طويل وبيتعب. فلا انا بحاول ان انا ابسط لك الامور واوريكي ان هو قد ايه سهل وبسيط وما تتعبيش يعني. اهو زي ما انت شايفه كده، احنا بقى هنا بنبدأ بقى نرص كده في الصاجات بتاعتنا او في الصواني. صلوا على النبي بقى يا جماعة كده، عليه أفضل الصلاة والسلام. وادعموني بقى في القناة بتاعتي عشان أنا قناتي لسه جديدة ومحتاجة دعمكم. وبجد يعني يا رب الفيديوهات اللي أنا بعملها تكون بتعجبكم والوصفات تكون سهلة وبسيطة، واكون بجد يعني عند حسن ظنكم ان شاء الله كده. و... والوصفات اللي انا بعملها تكون حلوة ومستنية بقى تعليقاتكم واشتراكاتكم في القناة ولايكاتكم كمان. وان شاء الله كده نعمل مع بعض اكلات ووصفات كتيرة حلوة. زي ما انت شايفة كده
انا هنا برضو برص كده في الصاج واحدة واحدة كده. طبعا البسكوت الحاجة دلوقتي بقت سهلة، يعني ما عادش حاجة بقى. كنا زمان بيقعدوا 3 4 يعملوا في 2 3 كيلو بسكوت. يعني لا، ممكن انت تعمليهم لوحدك عادي، مفيش اي مشكلة خالص يعني. الحوار ما عادش صعب، يعني بقى سهل. ممكن تعمليهم وانت واقفة في المطبخ كده. مكونات على طول، مش هتاخد معاكي ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. اهو طبعا احنا هنا بنكون مسخنين الفرن. بتكوني لازم مسخنه الفرن جامد جدا، عشان تبقى يعني يبقى سخن كده ودرجة الحرارة عالية. ما يبقاش يعني بارد وكده. بتحطي بقى فيه الصينية بتاعتك. طبعا التسوية، طبعا نص العمايل هي التسوية. انتي بتسوي البسكوت على درجة حرارة متوسطة، ما بتبقاش لا حامية قوي ولا ضعيفة خالص، عشان البسكوتة ما تتحرقش منك او تبقى ملهوفة كده. لا، خلي النار تبقى وسط، ومن فوق تبقى واطية خالص. يعني انتي شغلي لو عندك مثلا الشواية، وشغليها تبقى واطية خالص، والفرن شغليه تبقى درجة الحرارة متوسطة. شوفي بقى هنا التسوية حلوة ازاي. بصي، شكله جميل جدا ومستوي بقى كده ومقرمش وحاجة كده دايبة في البق. والله طعمه تحفة تحفة تحفة. بجد جربي الوصفة دي والطريقة دي، مش هتندمي والله. اعتمديها، اعتمدي المقادير دي. ولو انت بقى عايزة تعملي كمية اكبر، بتضعفي طبعا المقادير.